السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وستر وراحة بال، اللهم امين. كل سنة وحضراتكم بألف خير. سنة سعيدة عليكم يا رب وعلى كل حبايب، وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شوية قراقيش بالعجوة او المنين بالعجوة زي ما انتم متعودين نقول. نحط اللايك بتاعنا ما ننساهوش ونتابع الفيديو للأخير ونشوف بقى هنعمل القراقيش بتاعتنا دي ازاي. صلى على الحبيب المصطفى. معايا هنا نص كيلو من الدقيق ما يعادل 4 كوبايات بالمج العادي. ما عندكيش ميزان هتقدري تجيبي كوباية الشاي العادية خالص بتاعتنا اللي هي 200 جرام، المج السادة ده، وتعايري 4 كوبايات بس ما يكونوش مكبوسين، تعايريهم بالمعلقة، يعني تحطي الدقيق بالمعلقة. جبت النص كيلو من الدقيق، حطيت معلقة صغيرة مليانة من ريحة الكحك، ودي اختياري. ايه هي ريحة الكحك يا نجلاء؟ ريحة الكحك اللي هي الشمر واليانسون وزر الورد والكوبيبة الصيني، وتقريبا كده ايه بيتحمصوا ويطحنوا على بعض. انا بجيبها جاهزة من عند العطار. لو ما فيش مش موجود عندك تقدري تحطي شمر على ينسون وتطحني. حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حطيت رشة من الملح، ودي كلها مكونات جافة على بعضها حطت على جنب. جبت كوباية الا ربع من المية، هحط معايا معلقتين كبار من السكر اهمت، دول معلقتين كبار من السكر، وادوب الميه تكون دافيه معاكي. نحط عليهم معلقه ونص من الخميره الصغيره، معلقه ونص او معلقه كبيره، يا تحطي معلقه كبيره يا معلقه ونص صغيره. ان شاء الله هكتب لك المقادير في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرام علشان الوصفه تطلع باذن الله ناجحه معاكي. تابعي الفيديو الاخير علشان تطلع معاكي ما شاء الله اللهم بارك حلوه جدا، تبقاش يقابلك اي اخطاء او اي مشاكل، وتطلع معاكي مظبوطه. بعد ما قلبت الخميره، ده تيست بنعمله الخميره او اختبار بنعمله للخميره. اول ما تطلع فقاعات معاكي تعرفي ان الخميره بتاعتك نشطه وكويسه. طب افرضي ما عملتش اي حاجه ولا طلعت فقاعات ولا ارتفعت عن مكانها، يبقى كده الخميره بتاعتك فاسده مش كويسه، فمت ايه ما تشتغليش بيه. باجيب طبعًا باكيت الخميرة ده انجل، باجيبه وافضيه في برطمان ازاز كده وباحتفظ بيه في التلاجة أو برّه التلاجة، بس أهم حاجة يكون غطاه محكم، وتكوني حاطاه بعيدة مثلًا عن الحرارة وبعيد عن أي حاجة فيها مَيّة وكده. معايا كوباية سمنة مسيّحاها بس على النار كده إيه يا دوب فكة من بعضها مش مسخناها. أنزل بيها على الدقيق بعد ما أكون قلبت كل المواد الجافة على الدقيق. المواد الجافة اللي هو الدقيق ورشة من الملح البيكنج باودر، كمان ريحة الكحك، كمان حاطة معلقتين من السمسم المتحمص. ونقلب بقى كله مع بعضه كده. في المرحلة دي مهمة جدا بحيث ان انتي تشربي الدقيق بتاعك السمنة، خليه يشرب السمنة كده، المادة الدهنية اللي انت حطاها. طب اقدر احط يا نجلاء زيت بدل السمنة؟ تقدري تحطي كوباية من الزيت، كوباية زيت على سمنة، كوباية سمنة على زبدة. المهم ان هي تبقى كوباية، وسعة الكوباية 200 جرام. لو عندك ميزان تقدري توزنيها، مفيش ميزان نفس الكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق هنعاير بيها السمنة. ونحاول بقى نبس كويس جدا لغاية ما الخليط بتاعي يبقى عامل زي الرملة المبلولة. تمام كده تمام، تطلع معاكي قراقيش حلوة جدا. طب انا بعمل يا نجلاء القراقيش دايما وبتطلع معايا طرية، ما بتبقاش ناشفة ومقرمشة. انا دلوقتي هقولك ليه بتطلع معاكي طرية. ننزل بقى كده الخميرة، بعد ما الخميرة اتفعلت معايا هنزل الخميرة. هنحتاج مية قد ايه؟ انا طبعا هحط شوية بشوية وفي الاخر خالص هقولك احتاجت مية قد ايه. دول كوباية الا ربع مية، هروح اجيب كوباية الا ربع كمان اكمل بيها العجن. طبعا احنا عايزين نعجن والعجن بتاعي ما يكونش قاسي، مش عايزة يضرب معايا عرق ويتحول معايا المنين بتاعي او القراقيش لقرص. القرص اللي احنا بنمسك العجينة ونمطها كده تحس ان هي زي الاستك، زي ما بقول لكم الفيديوهات اللي هي القرص الطرية. لا احنا عايزينها عجينة بتتقطع، ما يكونش فيها عرق نهائي. بعد ما خلصت كده وحضراتكم شايفين ان العجينة لسه مفرولة وما لمتش معايا، جبت نص كوباية كمان كده من المية الدافية. اهم حاجة تكون دافية، ما ينفعش اعجن بسمنة دافية واحط مية ساقعة. ليه؟ المية الساقعة هتنزل على السمنة الدافية، هتحس ان هي عملت بلورات كده في العجين، كعورت معاكي العجين. لازم تكون دافية معاكي علشان المشكلة بتاعت الفرولة بتاعت السمنة في الدقيق بعد العجن ما تبقاش باينة معاكي. لازم تكون عاملة. طب انا بعد ما خلصت عجن وحسيت ان السمنة محببة معايا في قلب العجينة بتاعت القراقيش، ارجع احط تاني مثلا معلقتين اتنين كده ايه مية سخنة كده، يعني ايه اشد من الدافية شوية. وابتدي على العجينة وابتدي ان انا اعجن زي ما حضراتكم شايفين كده. هلم معايا العجينة، والعجينة اللهم بارك، شوفوا بتتقطع ازاي معايا اهي.
مش بتمط خالص، وبابتدي بقى أعمل لها اختبار إن هي بتتكور مش بتشقق معايا ولا حاجة، لأ كده خلاص تمام حلوة وطرية وبسم الله ما شاء الله حلوة خالص. طب يبقى ده أول تيست إن العجينة بتاعتي القرص بتاعتي ما تطلعش طرية، إن إحنا ما نعجنش كتير وما نديهاش عرق، ما نخليهاش تشد عرق. خلصت عجن هاحط معايا بقى كيس كده واغطيها بفوطة واسيبها ترتاح، مش عايزين القرص بتاعتي القراقيش بتاعتي أو المنين بتاعي ي يخمر، هنشتغل من غير تخمير زي ما قُلت لكم في أول الفيديو إن إحنا هنعمل قرص من غير تخمير، هاحطها بقى كده ترتاح معايا 5 دقايق أو نحطها على الرخامة ونغطيها بكيس، تمام كده تمام. رُحت جبت العجوة بتاعتي بقى ديّة عجوة باجيبها من عند العطار باكيت كده تقريبًا ب10 جنيه أو ب11 جنيه. وبتبتدي تحطي له معلقتين من السمنة البلدي وتدعكيه، طب ناشف ومش راضي يتدعك معايا هاحطه على البوتاجاز مع معلقة السمنة و3 معالق مَيّة كده على نار هادية جدًا شمعة، وتسيبيها لغاية ما تتكوّن كلّها معايا زي ما حضرتك شايفة. هابتدي بقى إن أنا أحط لها رشة من القرفة ودي اختياري ومعلقة من السمسم، طبعًا بتدّيني تطعيمة وشكل حلو جدًا وطعم حلو. هاروح بقى كده أجيب طبق معايا وأجهّز العجوة، هنجهّزها إزاي؟ إن إحنا هنعملها رولات زي ما حضراتكم شايفين كده، أو تاخدي منها قطعة بقطعة وأنتِ شغّالة. تمام يا ست الكل، تمام. أتمنى بقى لو لغاية دلوقتي لسه معايا بقى شكرًا ليكِ إن أنتِ معايا لغاية دلوقتي، ما تنسونيش دعوة حلوة كده من قلبكم، وحطّوا اللايك علشان يوصل لكم بإذن الله كل جديد. جبت بقى العجينة بتاعتي كده وهكورها قطع صغيرة ليه بقى علشان احنا في الجو برد. لو الجو مش برد هقولك لا تفرديها ولا تكوريها واشتغل على طول من الطبق اللي انت عاجنة فيه. هبتدي بقى ان انا اقطعها قطع صغيرة كده اهي زي ما بنكون نعمل عيش فينو. تمام. المرحلة دي مهمة جدا ليه بقى؟ علشان لما تيجي تفتلي القراقيش بتاعك تفتليها ان انت تبرميها ما تتقطعش معاكي. لما بتيجي تفتليها تبرميها وتطولي البرمة شوية هتحسي إن هي بتتقطّع معاكِ وبتتبرم معاكِ جامد كده مش مرتاحة وتلِم وتمُط معاكِ لأ. المرحلة دي بقى كده أنا قطّعتها كلّها وابتدي إن أنا أعملها نُص برمة كده أهو، نُص برمة كده أهو، حاجة بسيطة خالص. تقدري تستغني عن المرحلة دي وتستكفي بالمرحلة التانية، بس في ثواني كانت بقى بتعمل معايا وتتفرد معايا. المرحلة دي حلوة برضه هتوفّر عليكِ كتير، في نفس الوقت هيطلع القراقيش بتاعتِك كلّها قد بعضها، مش هيطلع واحدة كبيرة وواحدة صغيرة بتمُط معاكِ، بتحسّي إن هي بتكِش بعد ما تفردي العجينة بترجع تكِش تاني، لإن مرحلة حلوة جدًا. هاخلّص بقى المرحلة كلّها بنفس الطريقة دي كده، ونرجع بقى مع بعض ناخد أول واحدة إحنا عملناها، باجيب كيس نايلون أفتحه وأغطّي العجينة، أهم حاجة تغطّي العجينة الجو برد عشان العجينة بتاعتِك ما تقشّفش وتنشف معاكِ، كمان إحنا عاجنين بسمنة، السمنة طبعًا بتشد. ده نُص كيلو يا جماعة يطلّع لِك بسم الله ما شاء الله كمية حلوة. مش عايزة أقول لِك 2 كيلو و3 كيلو و4 كيلو لأ، بس ما شاء الله طلّع لي 3 صاجات حجم الصاج 30 في 40، 3 صاجات حجم الصاج 30 في 40. أفرد كده العجينة بتاعتي وابتدي إن أنا أسويها، أهذّبها كده، بنهذّبها ونسويها من الجناب علشان تطلع مسوية معايا. باحط الحشوة اللي هي العجوة، أقدر كمان أحط بدل ما أحط العجوة أقدر أحط ملبن. بدل العجوة تقدري تحطي ملبن، وابتدي بقى إن أنتِ تبرمي وتضغطي عليها ضغطة خفيفة، إحنا مش عايزينها عجينة أوي، عايزينها ضغطة خفيفة كده، وبكلوة إيدينا تبتدي تبططي علشان الصوابع ما تبقاش بانية معانا. طيب العجينة بتاعتي طالعة حلوة اللهم بارك طرية وملساء وناعمة. طيب يا نجلاء أنا باجي أعمل القراقيش وبتطلع مجعدة معايا وما بتطلعش مقرمشة. هنتكلم دلوقتي أول حاجة عن المجعدة. المجعدة إن أنتِ ما سبتيهاش ترتاح، وما عجنتيهاش كويس، تكون ناقصة سوايل، فأنتِ تدّي العجينة بتاعتِك السوايل المضبوطة لغاية ما تتكوّن معاكِ وتبقى حلوة. عملت أول واحدة كده برمتها وحطيت فيها العجوة، هنعمل واحدة كمان مع بعض، هابتدي أبرمها بإيديا الاتنين وافتلي كويس. تمام كده، بنفتل مع بعض وبنحط العجوة أهيّة بنفردها شوية مع بعض كده. أقدر بدل ما أبرم العجوة أقدر أحط قطعة جنب قطعة. وأقفّلها كويس، أهم حاجة تقفّلي عشان العجوة ما تطلعش منِّك في القراقيش. قفّلي اللحام بقى كويس أوي علشان العجوة ما تطلعش منه بُصّي أهي، ودايمًا أي حاجة فيها لحام بنخلّيها تحت في الأرضية، بامسكها كده بقى وأقوم جاية برماها واخلّي اللحام ده معايا من تحت، شايفة طرية وناعمة إزاي؟
ما فيش فيها تجعيدة ولا تحسي إن حتة طالعة وحتة نازلة ولا أي حاجة. نهذّب مع بعض العجينة من الجناب كده نخلّيها كلها قد بعضها. بنجيب مقطع أو سكينة، بس أنا باحب أقول لِك مقطع لإن السكينة طبعًا بهدلت لي الرخامة وبهدلت المفرش السيليكون اللي أنا كنت شغّالة عليه. فأنتِ لمّا تعملي بمقطع عندِك زي ده كده تبتدي تعملي. باجيب صاج بقى كده معايا ألمونيوم مش مدهون أي حاجة وابتدي أرُص فيه. تقدري بقى تقطّعيها صوابع، تقدري تقطّعيها زي ما أنا عاملاها سمبوكسات كده، أي شكل أنتِ بتحبيه. طب أقدر أعملها دواير على هيئة دواير قرصة كده وفي قلبها العجوة وأعمل لها شريحتين من فوق كده بالسكينة، أي شكل أنتِ بتحبيه تقدري تشكّلي العجوة عليه. بعد ما باخلّص خالص الكمية كلّها باسيب القراقيش بتاعتي أو المنين بتاعي على الصاجات يرتاح. قد إيه يا نجلاء؟ مش أقل من ساعة ونُص، يعني ممكن أقول لِك ساعتين كمان في البرد اللي إحنا فيه، البرد جامد جدًا. فتقدري تسيبيها ساعة ونُص وتغطّيها حلو أوي، غطّيها بكام فوطة كده وما تخلّيش الفوط بتاعتِك لازقة في قلب العجينة علشان ما تشدِّش السمنة بتاعة القراقيش بتاعتِك. غطّيها كويس. طَب أنا أغطّيها بكيس، تقدري تغطّيها بأكياس كده وفوق الأكياس تحطّي معاها فوق منّها فوطتين 3 كده، ساعات ممكن نحُط فوق منّها دفّاية تقيلة. واكمل كل الصاجات بنفس الطريقة اللي حضرتك شايفاها. طب لو في اي جزء مفتوح معايا ببتدي ان انا اقفله كده بصوابعي، وفي نفس الوقت لو حاجة مش مظبوطة معايا احطها اليمة التانية، انا اضيرها على ظهرها. خلصت الكمية كلها واسيبها تختمر مش اقل من ساعة ونص زي ما قلتلك. بعد مرور الساعة، شايفة اللهم بارك كمية حلوة قوي. بعد مرور الساعة ونص هروح بقى اشغل الفرن بتاعي أول 10 دقايق على درجة حرارة 200. أسخّن الفرن من فوق ومن تحت. تمام كده، أنا باورّيكِ إن هي ناعمة وما فيهاش تجاعيد ولا أي حاجة. بعد ما أسخّن الفرن كويس جدًا ويعتبر ده الفرن الغاز بتاعي. هاقول لِك برضه على تسوية البوتاجاز. الفرن الغاز بتحمّيه من فوق ومن تحت، وبعد كده بتهدّي عليه النار وبندخّل أول صاج معانا. شوفي بقى أنا باغطّي أهو، هاغطّي العجين واسيبه إن هو يرتاح خالص معايا. دخلت أول صاج الفرن، ونخلي بالنا أهم حاجة المتابعة المستمرة للصاج بتاعي بتاع القراقيش أو أي مخبوزات أنا شغالة فيه. بتديري الصاج كل دقيقتين وانت قاعدة قدامه كده، تديريه شمال ويمين، بتلفي الصاج يعني المرة دي كده تديريه اليمة التانية لغاية ما ياخد لون حلو. طب لو خد لون معايا من تحت من الأرضية ولسه ما خدش معايا لون من فوق، شوفوا بقى اللون هو لسه بقى من تحت خد لون حلو، انما من الأرضية لسه ما خدش. من الأرضية خدت لون حلو إنما من فوق لسه، عايزة أحمّصه كمان شوية. هياخد معايا قد إيه في الفرن يا نجلاء؟ هياخد معاكِ من تِلت ساعة لنُص ساعة، من 20 دقيقة ل30 دقيقة. شوفي الصاج القديم ده أنا باحطه كده في الأرضية وبارفع معايا الصاج زي ما حضراتكم شايفين كده. باعمل عازل للبلاطة بتاع الفرن، شايفة خدت لون من فوق، واسيبها بقى تاخد لون جميل كده وتتحمّص. تاخد مع كل ما تسيبيها تستوى كويس وتتقرمش، تبُصّي تلاقيها مقرمشة من جوّه ومن برّه. إنما لو طلّعتيها ناقصة تسوية هتبُصّي تلاقيها على آخر اليوم طرت تاني معاكِ. طب لو فرن البوتاجاز، بتشغّلي برضه فرن البوتاجاز من تحت لغاية ما ياخد لون حلو معاكِ وتستوى وتقرمش، وبعد كده بتشغّلي لها الشواية آخر 5 دقايق، وبرضه المتابعة المستمرة إن أنتِ تديّري الصاج كل دقيقتين. شايفة اللهم بارك ادّتني كمية حلوة أهيّة. حلو ما شاء الله، والله زيادة عن كيلو يا جماعة. حلوة جدًا. طبعًا الظروف اللي إحنا فيها اليومين دول والبلد فيها، فتقدري تعملي بدل ما تروحي تشتري كيلو قراقيش ب60 جنيه وب70 جنيه، أدا نُص كيلو دقيق وكوباية سمنة من البيت، ما خدتش أي كلفة خالص، وبألف هنا وشفا على قلبكم. طب أنا عايزة أخزّنها يا نجلاء، تحطيها في أي علبة محكمة الغلق أو في كيس وتقفليها ما يبقاش عليها رطوبة، وتدّي بقى لحبايبِك واللي شمّوا الريحة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. طبعًا بقى أنتِ مثلًا لو هديتِ حد معاكِ، حماتِك، عمتِك، أختِك، جارتِك، من طبق هتحطي الباقي في علبة كده عندِك على الرخامة أو على ترابيزة السفرة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. يكفّي أقول لِك فطار مثلًا يومين، 3 أيام. وربنا يا رب يجعل الخير والبركة في بيوتكم جميعًا. أتمنى بقى لو وصلتوا معايا لغاية دلوقتي، شكرًا ليكم وعلى متابعتكم ليّا. لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة ينورني بالاشتراك. شايفة إزاي؟ هشة ومقرمشة، طرية الحشوة طرية اللهم بارك، حلوة جدًا ما شاء الله حلوة. أهم حاجة نقي نوعية عجوة تكون كويسة، وطبعًا مقرمشة حلوة أوي، مقاديرها مضبوطة. وأتمنى إن أنتِ تجربيها بنفس الخطوات، إن شاء الله تطلع من إيدِك أحسن وأحسن. دمتم بخير في حفظ الله وأمان.